خوتي المغاربة، السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أشطري في المغرب. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم خوتي المغاربة أطرح سؤال اللي هو: لماذا المواطن المغربي رخيص؟ آه هذا هو الإشكال. لماذا المواطن المغربي رخيص وما عندوش قيمة؟ كما شفتوا خوتي المغاربة، هاد السيمانة الرجل أو السيد اللي كان معتصم فوق داك الشاطو، هذاك السيد اللي ضرب رجل الوقاية المدنية ومن بعد تلاح حتى هو، راه مسكين البارح الصحافة والجرائد الإلكترونية قالوا بلي أنه راه توفى، وفعلا راه توفى. فهنا كنشوفوا واحد النوع من الإهمال ديال الدولة. نوع من الإهمال أصاحبي. علاش هاد السيد اختار أنه يمشي يكون يدير هذاك الاعتصام فوق الشاطئ؟ علاش هادشي كيعني انه هاد السيد راه مشى عند السلطات، راه دار كل المجهودات ديالو، ولكن حتى واحد ما داها فيه، حتى واحد ما مسوقش ليه. يعني تعرض للاهمال. هادشي اللي خلاه انه يمشي يدير اعتصام فوق الشاطئ. علاش علاش صاحبي المواطن المغربي رخيص؟ هذا هو السؤال. علاش المواطن المغربي ما عندوش قيمه؟ يعني للاسف الشديد كنشوفوا الدري صغير محمد اغبالو الذي قتل، وحتى واحد ما كيهضر عليه، وما درتوش تحقيق، وما درتو حتى الى حد الان ما قلتلو حتى حاجه بسبب الوفاه ديالو، لان السيد مستحيل انه ينتحر. الاستاذ معاذ اللي انتحر حتى هو في كازا، علاش الى حد الان ما درتوش حتى شي تحقيق وعلاش انتحر وشنو هي الاسباب؟ هم؟ ملي كنشوفوا ناس في ايت بوغماس المغرب العميق، ناس كيعيشوا في واحد المعاناة لا توصف، كيشوفوا كيعيشوا شي حوايج مستحيل انها، يعني مستحيل انها تكون هذه المشاكل وهذه المعاناة في القرن 21. الناس ما عندهمش طريق، الناس ما عندهمش الريزو، ما عندهمش سبيطار، ما عندهمش مدرسة، والو. هذه غير امثله خوتي المغاربه، هذه غير امثله باش تشوفوا ان المواطن المغربي ما عندوش قيمه. اما كاينين بزاف ديال الامثله وكاينين بزاف ديال الحوايج. ها؟ علاش اخويا ما تستثمروش في الانسان؟ علاش ما عطيتوش القيمه للمواطن المغربي وتستثمروا في المواطن المغربي وتصنعوا الانسان المغربي، بدلا انكم نتوما تنظموا كاس العالم وديروا زعما البنيه التحتيه وديروا التيرانات وديروا القطارات والوطيلات باش زعما يشوفكم العالم، وعلى قبل زعما واحد 2 مليون ديال السياح. ها؟ علاش ما تعطيوناش قيمه حنا؟ علاش هادوك الفلوس وهداك الشيء اللي كتخسر استثمروه في الشباب اصاحبي؟ استثمروا في الشباب. اللي هي خوتي المغاربه البارح، تخيلوا معايا، قريت واحد المقال كيقول انه اكثر من 30% ديال الشباب المغاربه كيحلموا انهم يهاجروا. اكثر من 30%، مصيبه. وكنشوفوا يوميا الاف ديال الشباب كيهاجروا يوميا. هادشي يوميا كنشوفوا الالاف ديال الشباب. واش عرفتي شنو هما الشباب عباد الله؟ الشباب ناس عندهم 20 عام، 18 عام، حتى 30 عام صاحبي. راه امبوسيبل هادشي. اقسم بالله كاينين دول تكون عندهم هاد الشباب اللي عندنا، تكون وحق الله حتى يوصلوا ما عرفت فينا صح. تخيل معايا دابا اليابان تلقى بحال هاد الشباب، تخيل دابا الدول الاوروبيه يلقاو بحال هاد الشباب اصاحبي. يا ربي، راه امبوسيبل الخوت. راه هادشي راه اقسم بالله حتى كيمرضني هادشي. المسؤولين والمسؤولين ديالنا، والله يرحم لكم الوالدين، واستثمروا في الشباب، واستثمروا فينا حنا المواطنين، بدلا انكم ديروا الخاطر للفيفا او لا المنظمات العالميه او لا شي حاجه زعما كتستثمروا كتخسروا الفلوس في الخوال الخاوي، في المطارات. استثمروا. اول حاجه ديروها هي استثمروا فينا حنا. اعطيونا التعليم، اعطيونا الصحه، ويعطيونا الدخول والمعيشة والحياة الكريمة، واجيو شوفوا النتائج. اقسم بالله حتى تكون النتائج. شوفوا غير اليابان اخوتي المغاربة اللي ما عندها حتى معادن، ما عندها الموارد الطاقية،
ما عندها بترول، ما عندها غاز، ما عندها قلوة. شوفوا فين وصلت، شوفوا فين وصلت. شنو السبب؟ هي انها استثمرت في البشر. استثمرت في البشر وصنعات المواطن الياباني، صنعات المواطن. نتوما المغاربه كتسالوا كيفاش صنعات المواطن. المواطن كتعطيه الصحه جيده، وكتعطيه التعليم جيد، وكتعطيه يعني كتستثمر فيه، وكتعطيه وكتخسر فلوس كبيره على البحث العلمي. لان اليابان باش معروفه، اليابان معروفه بالتكنولوجيا. كيخترعوا كيخترعوا داكشي، كيخترعوا. هما اللي اخترعوا التليفون، هما اللي اخترعوا الطوموبيلات، هما اللي كيخترعوا كيصنعوا التكنولوجيا باش معروفه اليابان. والتكنولوجيا شكون اللي كيصنع ويخترع التكنولوجيا؟ شكون اللي كيخترع؟ الانسان. لان هذا الانسان الياباني كل ما كانش مرتاح، كل ما كانش عايش واحد الحياة كريمة، كل ما كانش عنده واحد الصحة جيدة، واحد التعليم جيد، واحد كاع ما غيخترع. يعني غتكون عنده معاناة، وغتكون عنده الأزمة، وغتكون عنده كاع ما يلقى الوقت، وكاع ما يكون مرتاح باش يخترع. يعني الانسان باش يعطي داك الشي ديالو، باش يعطي الطاقة ديالو باش يخترع، وباش يفكر، وباش يتطور، باش خصو ضروري يلقى واحد الحياة كريمة، خصو ضروري يكون مرتاح. هادشي اللي خصنا حنا. المواطن المغربي ما مرتاحش، المواطن المغربي مسكين عنده معاناة، المواطن المغربي مريض نفسيا، مريض نفسيا. اخوتي المغاربه، راه كاينه واحد الدراسه كتقول ان 90% ديال المغاربه مرضين نفسيا، مرضين نفسيا عباد الله. وعلاش؟ بسببكم. لان المواطن المغربي مسكين كيفكر غير بحال الدنيا، كيفكر الصهر، الصهر كلشي غالي. كيفكر كيفاش الشباب بحالي انا دابا امتى غيتزوج، كيفكر امتى غيتزوج، امتى غيدير الدار، فين غيخدم. ما كاين خدمه، ما كاين الشوماج، ما كاين الفلوس، ما كاين حتى لعبه. مش يعني كلشي مريض صاحبي. فين غنلقى انا الوقت باش نختارع، وباش ندير شي حاجه اخرى، وباش نعطي الوطن اللي اصلا ما عطانيش. والسي وهبي المحامي ديال الافارقه قال لك نعم سيدي بلي خصنا نتهلاو في الافارقه، وبلي خصنا نعطيو الوليدات ديالهم التعليم الجيد والصحه الجيده. ياك السي وهبي، ياك السي المحامي ديال الافارقه، كاع ما طليتي فينا حنا. فين لقينا حنا الصحه؟ بقى غير الافارقه. عبد الله يهديكم، الله يعاونكم اخوتي المغاربه.